السلام عليكم، مرحبا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وصحة وعافية. اليوم راح اشارككم فطوري. سويت كبة جريش او الكبة السلق، وراح اشارككم المقادير وان شاء الله يا رب راح تستفادون منها. هنا المقادير: لحم مفروم، انتوا على العدد حسب العدد اللي تردون تسوونه، يعني ماكو فد كيلو وكيلوين او 3، انتوا شو ايش قد عندكم تقدرون تسوونه. وبصل انا لان صغار خليت 4، انتوا تقدرون تخلون 2. وهنا باقي كرفس، تمام، للحشوة هاي تستعمل. وهنا كوبين جريش مقابل كوبين برغل ناعم، أو كوب جريش مقابل كوب برغل ناعم، حسب العدد اللي تسوونه. المهم المقادير متساوية، يعني كوب من هذا كوب من هذا. البهارات هنا اللي راح نحتاجها هي بهارات كوبا والكاري والفلفل الأسود، وإذا حابيها تصير بيها شوية طعم الحموضة تقدرون تضيفون نمو بصرة على الحشوة وملح. هنا أنا جبت طاوة خليتها على النار، من حمت طفت عليها اللحم المثروم بدون أي زيت. هنا أنا خليته يذب الماء مالته كله. بين ما خليته يستوي رحت أسوي العجينة مال البرغل. هنا أنا بنات شوفوا ضفت الجلاسين البرغل اللي قلت لكم، جلاسين برغل بجلاسين جريش، لأن ردت أسويهن يعني كمية حتى أخليها بالفريزر وقسم منه أسوي للفطور. هنا سويت كمية كبيرة بنات. شوفوها هنا بنفس الجلاس قست، ما جبت كل جلاس لحاله، نفس الجلاس قست كوبين جريش كوبين برغل. تقدرون تسوون كوب واحد بكوب واحد حسب ايش قد تردون الكمية اللي انتوا تسووها. هنا أنا بين ما هذا رحت شفت الحشوة مالتنا، شوفوا شلون صارت. ذبت الزيت مالتها كله، ذبت الماء مالتها كله. بهالاثناء بنات اروح اثرم البصل واضيفه على الحشوة مثل ما تشوفون. شوفوا هنا أنا خليتها تغيرت كلش، يعني تستوي كلش، بعدها ضفت البصل. شوفوا البصل هنا أنا ثارمته ناعم، ضفت عليه الأربع حبات بصل. انتوا تقدرون تسوون حب يعني راسين بصل، بس يكون كلش يعني إذا حجمه زين. أنا اللي عندي كان حجمهن كلش ناعم. هنا بنات البهارات اللي قلت لكم عليها: كاري، فلفل أسود، بهارات كبة، وكركم وملح حسب الرغبة ايش قد تردين تخلين. من تستوي عندكم الحشوة تماما وكل شي تمام تضيفون الكرفس عليها وتغطوها وتعوفوها. بهالاثناء شوفوها شلون صار شكلها. هنا أنا بنات مثل ما تشوفون اجيت على البرغل، ضفت عليه الإضافات اللي هي خليت عليه شوية كاري وشوية ملح وشوية فلفل أسود. انتو كيفكم، إذا عاجبكم تردون العجينة مالته يصير بيها طعم خلوا تردون تخلون بس ملح، هم كيفكم، هالشي راجع لكم. لأن هي أصلا من راح تسوون التشريبة مالت الكبة السلق راح يبين الطعم مالتها. بنات هاي ترهم تخلوها كبة سلق وترهم تقلوها. انتو بس اذا تردوها كبة سلق يعني كوروها هيجي دوائر، واذا تردوها قلي سووها نفس المعتاد عادية. هنا انا ضفت المي، هنا انا ضفت قلاصين مي فوقها، لان انا مخلية 4 برغل وخليتها ترتاح. خليت البرغل والجريش يشرب المي. بعدها اجيت اعجنه واشوفه، اذا يريد له مي بنات اضيف له، اذا ما يريد له مي يعني خلاص اعجنه واكتفي بالمي الموجود عليه. هنا أنا بنات بس يراد له عجن زين تبقون تعجنون بيه لحد ما يصير عندكم عجينة بهالشكل، يعني لا هي كلش سائلة ولا هي كلش قوية، يعني عجينة حلوة تلف بكل سهولة. هنا الحشوة مالتنا شوفوها شلون جاهزة وحلوة، وهاي العجينة مالتنا جاهزة بنات. بس من تردون تلفون تأكدوا الحشوة تكون باردة مو حارة، وتأكدوا الزيت مالتها مو كلش هواية. هنا أنا أبد نهائيا ما ضفت زين، اكتفيت بالزيت مال اللحم. ليش؟ لأن راح تتفتت عندكم العجينة إذا بيها زيت هواي وتخلوها راح تتفتت، وإذا تكون الحشوة كلش حارة وتخلوها بالعجينة هم راح تتفتت عندكم.
طبعا هنا الجفوف كلش كبار وكل شوية يتزحلقن. بصراحة بنات أنا ما أحب ألبس جفوف بالطبخ، بس هاي على مود تكون بالتصوير يعني واحد يكون صريح، لأن هي أم البيت إيديها نظيفة وكل شوية غاسلة وتعرف شي طبختها، فما يحتاج تلبس جفوف. هنا مثل ما شفتوا بنات سويت كمية كلش الحمد لله والشكر، صارت كبيرة، صارت صينيتين، وبهالاثناء بديت أطبخ اللي أريده والباقي فرزته. هنا أنا جدر على النار، قصيت البصل، شوفوا ترمته خليته ينحمس. من انحمس وكمل سويت، ضفت بنات البهارات اللي هي نوم وبصرة، وضفت الكاري والكركم وشوية ملح طبعا آخر شي تخلوه على التشريبة، وجبت مي حار وضيفوه شوفوا، وخليتها الشوربة مالته أو التشريبة تفور. من تفور بنات انتو بهالاثناء تضيفون الكبة، شوفوها شلون أنا ضفتها، تضيفون الكبة من تغطوها شوية، من تطفوا الكبة لفوق يعني معناتها استوى. شو تعرفوها استوت؟ إذا صارت لفوق، من صارت لفوق يعني استوت. تهدروها وتضيفون عليها شوي شعرية، شوي، إذا حابيها تصير ثخينة، وإذا حابيها بس هيجي تصير شوربة خفيفة تخلوها بس هيجي. شوفوها هنا عندي شلون استوت. من شفتها استوت أنا راح أقلل النار عليها، وهاي بنات أخلي عليها نمو بصرة، هذا يعني يشوفوها أو نومة حامض بقية الدول تسميها. هنا شوفوا بديت أصبها حتى أراويكم شكلها، شوفوها شلون مستوية وخفيفة وترهم لأهل الدايت أو صحية، أو ترهم لأي واحد ياكلها يعني، ومو ثقيلة. طبعا أكو ناس تاكلها بالريوق بالسحور تسويها خفيفة وطيبة، أكو ناس تاكلها بالفطور. وألف صحة وعافية عليكم وعلينا يا رب.